وأخيرا في الفيديو ده ملخص انمي الحرب الشمالية الحلقة التاسعة في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الانمي. بس صح، قبل ما نروح على الانمي ما تنساش هتلاقي انميات تانية في القناة، روح شوفها. ولو عجبتك حط لايك وقولي رأيك في كومنت، ويلا بينا على الانمي. هقول لك معلومة كده في السريع، إن في قناتين، قناة اسمها أنمي جيمي وبتقدم محتوى جميل جدا وملخصات أنمي، وكمان هتلاقي قناة اسمها زورو، والقناتين دول بيقدموا أنمي. روح اشترك عندهم وفعل زر الجرس وقول لهم من طرف الكومي. الانمي بيبدأ بمشهد بيكون فيه روغان ولافي، وبيكون ده المشهد اللي انتهينا بيه المرة اللي فاتت. وبيكون غلارك بيتكلم وهو بيطلع الروح وبيقول للوفي لن تنجي من لعنة حفيدة البطل، وبيموت على كده. وجنود روغان بيدخلوا وروغان بيقول لهم ان هو اللي قتل غلارك، فبيفرحوا وبينشروا الخبر على كل الزعماء اللي كانوا تحت غلارك. والزعماء بيقولوا لن تستطيعوا تقييدنا، وغلارك ما زال على قيد الحياة. وهم طبعا مش مصدقين ان غلارك مات. وبنروح للافي وهي مع روغان، وبيبقى جنود روغان عايزين يمسكوها، فبتهددهم بقائدهم روغان. بعد كده روغان بيقول لها اهربي، والجندي بتاعه بيبقى عاوز يضرب رصاص عليها، ولكن هي بتهرب. روغان بيقول له اوقف النار. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه مجموعة من الأشخاص متجمعين في منطقة بعيدة، وبيقعدوا يتكلموا عن لوفي حفيدة البطل. وفجأة واحد منهم بيجي يقول لهم المنطقة محاصرة، وبيبقى روغان حاطط الأجهزة اللي اخترعها الإغلار حول المكان المتجمعين فيه الناس دي. وبنروح لمشهد بيكون فيه روغان ومساعدة غلارك بتدخل عليه وهو بيشرب، وبيقول لها هل أتيتي؟ كنت متأكد من أنك سوف تأتين. فبتقول له إن هي محايدة ما بينهم، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه لوفي وهي مع جندي اسمه إيفانو، وبتسأله أنت بخير؟ وبيقعد يتكلم معاها. وبعد كده بتسأله ازاي هربت، فبيقول لها انه ليه بعض المعارف من جيش روغان، فبتقوله انها عاوزة يخليها تتسلل الى الداخل، فبيتسللوا عن طريق الصرف. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه مارتي وهو بيكون مع مساعدة الشخص اللي قبض عليه، وبيكون بيصطاد وبيقعد يتكلم معاها، وبيعرف ان غلارك مات وان روغان اتمرد. وبعد كده بيقول للي معاه ان الشخص اللي هو كان اتعاون معاه انه مش واثق فيه. وبعد كده بتيجي مكالمة للبنت اللي معاه، وبيعرف ان روغان مسك، فبيتعصب. وبنروح لمشهد بيكون فيه قوات من الامبراطورية بعد ما بيعرفوا قرار روغان وهو انه رفض الاصلاح. فبتقول القائدة اللي معاها انهم ما يملوش ويهجموا دلوقتي، بل ينتظروا وبعتوا مفاوضات تانية. وبنروح لمشهد لوفي وهي مع ايفانو، وبتقوله مش انت تعرف بعض الجنود؟ طب اشغلهم وانا هتسلل للداخل. فبيرد عليها ويقول لها انه كده هيتمسك، ولو اتمسك فبتعملوا ايه؟ فبتقوله انها هتفكر في ترقيته، فبيوافق. بتقول في نفسيتها انها هتفكر بس. بعد كده هي بتتسلل الداخل وهي لابسة زي خادمة، فبتقابل تاليون وهي بتقوله انهم محبوسين في المسرح. فبيقول لها ماليش دعوة انا دلوقتي محايد. فبتستغرب وبتبقى عايزة تكلمه، فبيقول لها غرفة روغان في الدور العاشر، وبيمشي ويسيبها. وبعد كده بتطلع وبتدور على المفتاح،
وبتلاقيه وبتيجي تفتح باب غرفة روغان، فبيطلع فخ والإنذار بيشتغل، وهي بتحاول تهرب عن طريق الصرف، ولكن الجنود بيروحوا وراها، وفجأة هي بتجري وبتقابل تاليون وبيبقى موجه المسدس تجاهها. واحد بيقوله متخليهاش تهرب، فتاليون بيضرب النار ولافي بتقع في الصرف، وبتنتهي الحلقة على كده. فلو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لايك وقولي رأيك في كومنت. وبس كده، ويلا سلام.